الأهلي يبدأ التحرك من أجل التعاقد مع الصفقات الجديدة 5 مراكز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا صوت يعلو داخل النادي الأهلي فوق صوت المطالبات بإبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل تراجع النتائج التي يعاني منها المارد الأحمر الموسم الحالي وتحديدا المستوى الأفريقي. لجنة التخطيط بالأهلي تبدأ بحث أسماء الصفقات الجديدة للموسم القادم، وبدأت لجنة التخطيط بالأهلي بالفعل وضع عدد من الأسماء المرشحة للانتقال للأهلي في الموسم الجديد وفقا لطلبات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الذي طلب بتدعيم عدد من المراكز. كولر يطالب ب5 صفقات جديدة في الأهلي، وقالت مصادر إن كولر طلب إدارة الأهلي بتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة وتحديدا ب5 مراكز مختلفة، حيث طالب بضرورة التعاقد مع حارس مرمى ومساك وظهير أيسر وجناح أيسر، فضلا عن التعاقد مع مهاجم جديد. وعانى الأهلي الموسم الحالي من العديد من الإصابات سواء طويلة الأمد على رأسها الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد أو إصابات عضلية ضربت نجوم الفريق على مدار الموسم، ما جعل صفقات الأهلي الجديدة ضمن أولويات لجنة التخطيط في الوقت الراهن. كما يعاني المارد الأحمر من العقم التهديفي، ما جعل التعاقد مع رأس حربة على رأس أولويات كولر في الموسم الجديد من أجل حل الأزمة الهجومية التي يعاني منها الأهلي الموسم الراهن.